ايفون 14 وده ايفون 17 شبه بعض صح؟ تفتكر ابل بتضحك علينا ولا في حاجة اكبر بكتير بتحصل هنا؟ ابل عارفة كويس انها مش محتاجة تغير التصميم، عارفة انك هتشتري لانها بتلعب على غريزة في دماغك اسمها الخوف من الفقدان. انت مش عايز تبقى الوحيد اللي لسه ماسك القديم. علم التحفيز الحسي، ابل بتدرس كل صوت، كل لون، كل تفصيلة عشان يسيطر على دماغك. ايفون 17 بيتباع بمبالغ خيالية لكن تكلفة تصنيعه اقل من نص سعره. ابل مش بس بتبيع لك، ابل بتخلق نقص، تأخير في الشحن، تحديث يبطئ الموبايل عشان تشتري الجديد. وده فعلا اتأكد في قضايا اترفعت على ابل. ازاي فعليا تصميم ايفون 17 هو نسخة طبق الاصل من ايفون 14 مع تغيير شوية حاجات في الشكل، وده معمول عمدا. ابل عايزة تثبت لك وتثبت للعالم كله انها مش محتاجة تغير عشان تجيب فلوسك. تخيل ان في فريق كامل في ابل شغلته يدرس ازاي نخلي فتحة العلبة بتاعت الموبايل تكون مبهرة. اللحظة اللي تفتح فيها العلبة تشوف الابيض النضيف، صوت النايلون وهو بيتسحب، ده مش صدفة، ده علم. مع ان في شركات بتصنع اجهزة اقوى بكتير وده بشهادة الشهود، ومنهم سامسونج وشاومي واوبو، كلهم عندهم تقنيات اعلى. لكن مين فيهم بيخليك تحس انك شخص مختلف اول ما تمسك الجهاز؟ ولا واحد. ابل بتبيع هوية مش بتبيع موبايل، لانك في الحقيقة مش عايز موبايل، انت عايز الناس تبصلك بنظرة تانية. وابل عارفة ده كويس وبتستغله. ليه مستخدمي ابل مش بيروحوا لشركات تانية؟ لان الايفون مربوط بالماك، بالايباد، بالايربودز. انت لو خرجت كأنك خرجت من عالم كامل. الايفون بيخليك تحس انك في اي بي حتى لو حياتك بسيطة جدا وعادية جدا. تخيل واحد عاش حياته كلها في مدينة فجأة بيطلبوا منه يسيبها. ده احساس مستخدم ابل لما يقولوا له غير لسامسونج. دراسات بتقول ان استخدام الايفون بيفعل نفس مناطق الدماغ اللي بتتفاعل مع الكوكايين. مراهق باع كليته سنة 2011 عشان يشتري ايفون وايباد. الكلام ده حصل في الصين، وفي امريكا في حالات سرقة وقتل كتير بتحصل بسبب الايفون، وفي مصر شباب كتير بتاخد قروض عشان تجيب الايفون. ابل بتبرمجك حرفيا اول ما تفتح العلبة. كل دي تفاصيل مدروسة علميا. ليه لما حد بيشوف معاك ايفون بيعاملك غير لما يشوف معاك موبايل تاني؟ ايه اللي بيحصل في دماغ البنت، المدير، الصاحب اللي بيلمح التفاحة المضيئة في ايدك؟ ابل مش بتبيع لك موبايل في اعلانات، ابل بتبيع لك حياة. اعلان ايفون دايما في بحر الوان، ناس بتضحك، كأنك لو مسكت الموبايل حياتك كلها هتتحول لفيلم هوليوود. معظم الابتكارات اللي في ايفون مش من ابل. الكاميرا شركات يابانية، والشاشات سامسونج، معالجات TSMC مش بتصنع. ابل بس بتغلف وتبيع الغلاف. سامسونج وهواوي بيقدموا تقنيات اعلى، لكن الناس مش بتشتري احسن كاميرا، الناس بتشتري اشهر كاميرا. ارباح ابل سنة 2024 وصلت لمئات المليارات. كل دقيقة بيتباع مئات الايفونات. لو ابل دولة حرفيا هتبقى من اقوى 10 دول اقتصادية. ابل ربطت هويتك بالموبايل، لو فكرت تسيبها بتحس انك بتفقد جزء من نفسك. الناس بتشتري ايفون عشان يتميزوا، لكن في النهاية كلهم ماسكين نفس الشكل. انت دفعت الاف عشان تبقى نسخة. ايفون مش مجرد موبايل، الايفون مراية، مراية بتكشف هوسنا بالتميز، رغبتنا في الانتماء للجماعة، وهروبنا من الواقع. علم النفس بيقول ان الانسان بيميل دايما للانتماء للجماعة. جماعة ابل مش مجرد مستخدمين، دي طائفة انت تبقى مبسوط انك واحد منهم حتى لو دفعت دم قلبك. في مصر والخليج واوروبا الموبايل مش جهاز، الموبايل بقى بطاقة هوية. معاك ايفون يبقى انت شخص كويس وغني ومختلف. النهارده اعلان ابل بقى انك لو معاك ايفون بقت انت جزء من صفوة المجتمع، وده اخطر تسويق في العالم. حبيبي جاي لك اهو.